السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهوري الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم فقط حبيت ندير معكم فيديو جديد فيه تقريبا ثلاث نقاط وسنتناولها بكل بساطة وبسرعة إن شاء الله. النقطة الأولى نتاع الزريبة والتصريحات تاع منار اللي ما يسماش تاع الخريبي، أو عنده مركز تاعهم دايرولو المخزن تسمى. دركا فهمنا باللي المخازنية هذو ما فيهمش خلاص ما فيهمش خلاص الخير، وصبحوا عمالة واضحة جدا للكيان الصهيوني، وخاصة التصريحات الأخيرة كذلك نتاع وزير الخارجية نتاعهم البرويطة هذاك مع قناة ما نحتاجوش نذكروها بسبب طرد الوفد الإسرائيلي، الوفد عفوا تاع كيان الصوص من مقر الاتحاد الإفريقي، أو من الاتحاد الإفريقي تماما، حتى البطاقة نزعوها له. وهذا بدون ما يعني نذكروا، بدون ما نذكروا باللي اي او عمل رجولي، ولا هذا عمل دبلوماسي عالي في المهارة من قبل الجزائر ومن قبل جنوب افريقيا، لانهم دولتين استراتيجيتين في افريقيا، عارفين الخير نتاع افريقيا وين. خطر ما الى دخل كيان الصوص كعضو مراقب كيما حابو برويطة، وهو والدبلوماسية تاع المخازنية اللي مدفوعة من جهة تاع الموساد ومن جهة أخرى من مخابرات ودي جي اس تاع فرنسا وحتى لا سيا. دوكا نوليو لازمنا دوك نوضحوا كلش، لأنه مادام كاينة هناك حرب في أوكرانيا لازمنا نوضحوا حنا ثاني كلش. ما قدرتش هذيك المندوبه تفرض رايها في الاتحاد، وتم الطرد نتاعها وطرد الكيان تاع الصوص تماما من من الاتحاد الافريقي. لا عضو مراقب، لا عضو شرفي، لا عضو عراسي، ديجاج. ولا هنا تحيه للدبلوماسية الجزائرية وللدبلوماسية تاع جنوب افريقيا تاع نيلسون مانديلا. الجزائر ما سماتش الملعب تاع من نيلسون مانديلا هباء منثورا، سماتو لأنه العلاقات ضربة في التاريخ، والعلاقات في اتجاه سياسي معين، وباه كي نقولوا في اتجاه سياسي معين الجزائر ما تقبلش القطبيه الواحده، وجنوب افريقيا ما تقبلش نظام الحكم العالمي الواحد. هذا حنا ماشي يساعدنا برك، لازمنا نعملوا على القطبيه، على وجود قطبي. انا من احنا كجزائريين، كاقتصاد جزائري، كنظام جزائري، كجيش جزائري، كشعب جزائري، ما نحوسوش نفهموا على القطب الثاني واش يكون. نحوسو نكونوا في قطب يساعدنا ويساعد التوجهات تاعنا ويساعد السياسة نتاعنا ويساعد الشعب نتاعنا ويساعد المصالح نتاعنا ويساعد الدين نتاعنا، لأن القطب هذاك ما هو فيه حتى خير، خاصة من ناحية الدين. يعني يضرب الدين، يضرب الاخلاق، يضرب كلش. ما تقدرش تعيش فيه انت هذاك القطب وعولمه والعالم فيك ومليار ذهبي وواحد الخلوطه عندهم وارماجيدون والمخلص ومش مخلص وعبدة الشيطان. هذا كل شيء موجود عندهم في الفكر نتاعهم، صحيح. واخطر كتاب كما يحدوه العلماء هو التلمود. اخطر كتاب هو التلمود، شيء معروف، يحطوه الخامات من القدم، فيه افكار ما يقبلهاش العقل البشري، خلاص يقبلوها غير الشواطن.
هذا باش هذا فيما يخص الوفد تاع السوس في الاتحاد الافريقي. والتصريح نتاع بوريطه كما جاش وظيفي وعميل نتاع الموساد ما يدافعش على كيان ويبيع القضيه الفلسطينيه ببلاش ما استفاد والو، ويقول له الكيان دولة ومن حقها وكاين هناك 60 ويكذب وما يحشمش هو كي عادوا 60 وكاينوا على خرجوه واحد الكذاب. ولا هنا انا ما يهمنيش برويطه كانسان نلاحظ يعني وبسيط، انا يهمني الشعب تاع المغرب. يا يشوفوا في وزير الخارجيه تاعهم يكذب عليهم ويقول لهم الكيان تاع السوس هذا عنده مقعد في الاخر وحنا هما الدوله الاقليميه اللي جبناه هو وظيفي هو عميل. يا في الاخر ما كانش هم حاوزتوا الجزائر وجنوب افريقيا والاعضاء اللي في الاتحاد الافريقي كل تبعوا الجزائر وجنوب افريقيا. وينك انت القوه الاقليميه؟ انت قوه وظيفيه، قوه في العماله وفي القوادة حاشا السامعين. انا الشي اللي دهشني ماهوش برويطه تصريحات تاعو لانه حنا فاهمينه يعني ما عندناش مشكله معاه. انا الشي اللي دهشني الشعب المغبون هذاك اللي يسمع تقول مدارين له السحر. هذا ولازم هذا برويطه بعد لازم يثور عليه الشعب، علاش تكذب علينا انت تقول لنا كذا ومنا ومن بعد ولا هاو باش يصدر الازمه نتاعو والانهزام نتاعو في الاتحاد الافريقي من الداخل تاع المغرب والمشاكل تاع المغرب يصدرها للخارج، يصدرها خارج المغرب. قال لهم جنوب افريقيا والجزائر يعملان على منح اكبر منصب ويريدون جعل الصحراء الغربيه ورئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي في اعلى المهارات في الاتحاد الافريقي. كيف يعني في اعلى المهارات؟ باش هو تدوخ في الشعب نتاعك، احنا ما تدوخناش. كيف يعني في اعلى المهارات؟ دوك رئيس الاتحاد الافريقي هم جزر القمر. المفوض اللي فات اللي كان رئيس هو اللي خذ قرار احادي وتحت عمليات تواطؤ ورشوه نتاع تاع المخدرات وبالمال المبيض. افريقيا كامله قاعدين يتعموك، ولكن دركا بدات تعدل روحها الانظمه بالدراهم حلال. الجزائر ما صبتش 1 مليار في الوكاله الجزائريه للخدمات البنيه والتنميه تاع افريقيا هكذاك بصح دراهم حلال وصافيين مش تاع مخدرات. ساعة تاع بيزوس تاع المكسيك و سي با تاع اسبانيول، ساعة اورو، ساعة دولار، ساعة درهم، ساعة كذا، باين بلي مخدرات. ما تقدرش يلحق ل1 مليار في الضربة اللي دولة واللي قطعة تاع قطيع تاع الحكام باينه باللي تخدم عامله. ما كان حتى منصب من فوق المفوض نتاع الاتحاد الافريقي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي ولا الامين ولا منصب يجي تاع معاه الامين نتاع الاتحاد الافريقي. والدول اللي تكون في الاتحاد الافريقي عندها صفه عضو. ما كان حتى منصب واحد اخر يعني اللي يحب يمرر به للشعب نتاعو. ماهوش الشعب نتاعو على كل حال، الشعب هامل، الشعب هامل. يقول لهم الجزائر جنوب افريقيا تحاول تجي تطلع جنوب افريقيا من الاتحاد الافريقي. جنوب افريقيا عندها منصب عضو كيما الجزائر كيما جنوب افريقيا وعضو مؤسس من بكري عندها، وهذا هو المنصب. ما عندهاش الا في حاله واحده، الا كانت نصب انتخبوا في الفتره الجايه السيد ابراهيم غالي رئيس الاتحاد الافريقي، يعني هو المفوض تاع الاتحاد الافريقي، وهذا من حقه
كي تصرى انتخابات شرعيه وبالاغلبيه ويوافقوا عليه، اضرب راسك للحيط، ماشي للحيط، التيوات تاع الغاز الفارغين اللي في الزريبه عندك. ها نهضرها لك برويطه درك. ها تاك رئيس الدبلوماسيه نتاع الريح، نتاع القوه الاقليميه تاع الرعيان، حاشا الرعيان. بالنسبه للموضوع الثاني باش ما نطولوش خاوتي، هو التصريح تاع الخريبي، او نبقاو دايما في الزريبه. هاو لانه المنافذ الكل تقفلت عليه، حب يدير زعما واحد العمليه، النظام المخزني مع الصهاينه، واحد العمليه مع اسبانيا، وان يخلي منطقه تبادل الحر، منطقه تبادل الحر كما دارتها الجزائر وموريتانيا. ولكن اسبانيا تعرف مليح النظام هذا، وتبين له باللي راهي معاه في مواضيع، ولكن لما يكون العمل على الارض ما تمشيلوش، خاسره معاه 100%. واش راه يدخل لها الكيف. قال له خويا هذه احنا ما نديروا عليها استفتاء، هذه ما نقدرش انا ندير معاك، ولانه سبته ومليليا او بدات تظهر الامور مليح. اسبانيا دارت لهم حكم ذاتي، يعني رئيس حكومه في سبته ورئيس حكومه في مليليا. رئيس الحكومه الاسبانيه قال له انا ما نقدرش ندخل في موضوع هذا الا اذا وافق رئيس الحكومه تاع سبته ورئيس الحكومه تاع مليليا، لانهم في اثنين عندهم صفه الحكم الذاتي، وبالتالي في اثنين ما وافقوش على منطقه تبادل الحر مع المروك. حب يطبق الخريبي، هام دزوه المخازنيه والصهاينه، قال لك ما قدرتي على من نقدر. قالوا ما لا دركا ما يقدر يدير والو الاسبانيول، خاطر ما اسبانيول اتحاد اوروبي، والاتحاد الاوروبي ديجا مفرغ كلش في المغرب. وتاع فرنسا ما تمنوش، فرنسا تاع فرنسا واحد ما يمن باللي فرنسا ما تشيش السلطه في المروك، يكذب عليك. فرنسا المصالح نتاعها 40% استثمارات، خاطي العقارات تاع السياحيه تاع المروك كل شارينهم المستثمرين الفرنسيين واليهود، وخاطي بعض الغربيين. يعني المروك كامل مبيوع. مغلوبتي من نغلب. قال لك ما لازم نفتحوا ولو بالقوه المعبر تاع الكركارات اللي حررته بوليزاريو. مالا المندوب تاع بوليزاريو هذاك والله السفير تاع أبي البشير قال له ستحرق، ما بقى لهمش منفذ، موريتانيا ماهيش محتاجته. والريسوني يصرح قال لهم هذاك ما كانش بلاد اسمها موريتانيا. موريتانيا عطات الحق للصحراويين وقفلت الحدود تاعها ودارت تجاره بتبادل حر مع الجزائر على الطريق تاع تيندو في موريتانيا، على المعبر اللي في موريتانيا، ومازال يزيد يتطور. وكامل التاريخ هذاك باه يكون في علم الساده والسيدات انه التاريخ من تيندوف حتى موريتانيا بناته الجزائر وحدها. لانه مهما كان لما نتكلموا على موريتانيا هناك فوارق، ومش عيب يكون في الفوارق بس تتطور ان شاء الله، لانه فيها رجال. مادام يكونوا رجال ويكونوا صالحين ونظاف تتطور. مادام واحد يكون خامج وفاسد وسراق، هاويه يهبط للهاويه، والمروك والله يروح للهاويه ومازال خير لقدام. تعبر قال هذا الخريبي هو على بالك سهله خلاص، عنده كلش سهل، هو يهدر عنده كلش سهل. الكركارات موجوده وعندنا القوه، شنو يعني القوه؟ صرح اليوم نتايا، صرحت اليوم قلت اليوم عندنا القوه ونديروا معبر على الكركارات، وموريتانيا قالت لك علاش دير بوليزاريو قالت لك ما تقدرش، ما نظلوش نطولوا في الحديث. وموريتانيا قالت لك ما نقبلكش عدي عليا. ربي يسهل عليك. او عندك المتوسط، عفوا عندك المحيط الاطلسي، روح اهمل في المحيط ودي
ودير القوه الاقليميه تاعك من ثم. خلصت. كسيتيرا كسيتيرا ما فيها حتى هضره. وروح من ثم خويا، ووصل السلعه نتاعك حتى هاو قال لك زدتو ديتو البياسات تاع البلاندي، عندكم واحد البياس عندكم زايد ولا فايض نتاع الدبابات، زدتو ديتوه لاوكرانيا عن طريق ناس اخرين، سلمتوه مخابرات، سلم مخابرات، كل شيء مكشوف مع روسيا ولا. ودير حسابك لهذه مش قليله، تعدي لكش بالخير. اي وعلى الدعوه، انا قاعد نقول لك دائما وعلى الدعوه هو بل السادس. وكل شعبك القمح الدقيق الصح دقيق كيما نقولوا الطحين هذاك هو ب 40,000 الكيلو تاعنا، ب 40,000 تاعنا يعني 400 دينار الكيلو. احنا اي ب 1000 دينار غلطت الخطا اللي فاتت وقلت 10,000 دينار، 1000 دينار يعني 100,000 25 كيلو بقرار من الدوله. 40,000 والشعب ساكت ياكل في الكيلو تاع الدقيق ب 40,000 ساكت، ويشرب ويطيب بالزيت ب 160 حتى 180 درهم. ولا خدمه لا قدمه، البطاله، الفقر، فقر مدقع. ترى انت تدير معبر على الكركارات. وهذه كل كي شافوا من بعد دار هو التصريح نتاعو هذا، ولات كي هاي العمليه العسكريه في روسيا في اوكرانيا مع روسيا العظمى والصين والتصريحات نتاعها، والعالم قاعد يسونج، قال العالم قاعد يتبدل القطبيه. شولتز اليوم صرح قال العالم رايح للقطبيه ولازم نحترموا القطبيه، وحنا نبقاو في الكلون تاعنا، واللي يحب يتبعنا واللي يحبوا يديروا القطب. صباح الصعرف كانوا بكري لا، كانوا ما كانش قطبيه، وبالتالي كاين قوه حبينا ولا كرهنا في العالم تتزعمها الصين وروسيا والدول تقريبا الدول العربيه كل غير المطبعين الربعه الباينين هما اللي في حاله يرثى لها، ما لقاوش رواحهم. وانا يظهر لي ما ندخلوش موضوع في موضوع، هذه النقطه تاع التطبيع نذكرها، يظهر لي يزربوا يهزوا مواقف قبل ما تتضح الامور بزاف، وما يكونوش ضد الشعب الفلسطيني ببلاش. واش ديت الصحراء الغربيه انت كي تبعت مع الكاين تاع الصوص، كي جاء هذاك وزير الدفاع وهدد الجزائر من عندك من المروك، يهدد في الجزائر، خوف الجزائر. يا ابن كيران البارح ولا يقول سيدي احنا رئيس الحكومه المنافق اللي مشى باسمه التطبيع كامل، لانه علاه المخازنيه هم خازنيه وصهاينه وعياشه مشاو التطبيع باسم الاسلاميين، وهو بل السادس باسم الاسلاميين وحاوزوا. كي قال الاخر الخريبي قال نفتحوا معبر على القرقارات ولقى الرد قوي وصارم موش فيه شنو، هاي سيدي قال لهم احنا لا نروحوا للحرب، مكان احنا ماناش تاع حروب، احنا وتاع سلم. يا والبارح قلت كنت تقول انت قوه اقليميه، كنت تقول قوه، احنا قوه اقليميه وحنا هو القوه الضاربه، ومسلك عياشه معاك من لبنان من مصر، عياشه هما سالكين بالصور تاع المخدرات بالاموال تاع المخدرات، كيلكوزان حبات، واحد في العراق، واحد في لبنان، واحد في مصر، واحد في تونس، واحد في، ويقولوا المغرب هو القوه الاقليميه وسالكين، هما يقولوا غير قوه اقليميه برك، ما فاهمين فيها والو، والله الترن والله، ويدخلوا الجزائر يهملوا والله ما بقاو يزيدوا يفهموا فيها حاجه. انا وفي نزيد نقول لكم تفهموا حاجه في امور تكتيكيه في الحرب، مش تيش نهضروها، اكثر ما النهار اللي يوصل وقتها نهضروها، ما نهضروش كلش حنا درك. حنا ردة فعل، نرجع عليكم بردة فعل. هاكا بن كيران صبحت لاسك متناقض يوميا. البارح انت تقول باللي احنا قوه اقليميه وقادرين، واليوم علاه البارح وليت تقول احنا ماناش تاع حرب تاع سلم وكذا. هاو مش يعني افتخار. الراجل فيكم، ما عندكم جيش، خي عندكم جيش ومعكم الصهاينه
ولا بغيتو زيدوا جيبوا مخابرات اخرى تخدم معاك، ما كاينين. هذيك تاع فرنسا، وتاع فرنسا تعمل استقبالات للمخابرات اخرى، عمرها ما كانت مستقله. دي جي اس. والله نحلف لكم استغفر الله يا ربي لا تقدروا تقربوا ب... ب4 كيلومتر المعبر تاع القرقارات. ما تقدروش. البوليساريو عندهم عقيده صح تاع حرب ومحاربيه سيدي كيري. دركا تقول يعاون فيهم الجزائر مع الجزائر، انت يعاونوا او يعاونوا فيك الصهاينه وتشوف فيها نورمال. وحنا ما ولا تحوس علينا حنا واش نديرو؟ يدير انت سيدي يخي انت قوه اقليميه دير تحوس علينا. مادام يعاونوا فيك الصهاينه تحوس علينا حنا واش نديرو؟ واش هو برك انا في النقطه هذه باش نزيد نعاود. هذا الشعب هذا اللي هذا قاعد يتقهر يوميا ويقول نهرب، ياخذ قرار في البلاد نتاعو ويشوف. انا يظهر لي يروحوا نظام الجمهوري ودخلوا السراقين هذو كل الحبس، المراريك هذو اللي مادينكم الاموال تاعكم الشفاره هذو كما تقولوا نتوما. هو بالسادس والعائله نتاعو والقصر الملكي والمخازنيه والعياشه كل البرلمانيين والاحزاب. بك والصحفيين هذوك والمحللين الاستراتيجيين الخبثاء هذوك وابرنوس هذاك ابرنوس ما ديوهش للحبس، حطوه في واد حامل خليوه يديه. هذه بالنسبه للنقطه تاع السفير الفرنسي. من حقها الجزائر تطرد السفير الفرنسي، المعامله بالمثل ولعدم احترام الشعب الجزائري. من حقها تطردو. واش دارت فرنسا كيطردو؟ وقلت في الجزائر عمرها ما تحتاج فرنسا اللي تحتاج الجزائر، مش كيما المروك وحياته كامله وفرنسا تهز عليه في الفيتو على جال الصحراء الغربيه ما باش تقول له مغربيه وما داتهاش. فما بالك يتبدل العالم يولي بالقطبيه. وعجبني التصريح تاع زخاروفا اليوم، والتصريح كان قوي جدا لما بلينكن طلب من نتنياهو. لا نتنياهو رجل سلام كما جاتش التنيفيق تاع بلينكن بعد هذاك تاع الامريكان. عمركم نتوما نتنياهو هذا رجل سلام هذا يقول له لو كان نتنياهو تسمى يبيع فراشي يحوس يدي الصحيح. يقول نتنياهو لو كان يروح لبوتين ويقنعوا ويحبس الحرب نعطيو نتنياهو جائزة نوبل. رجعت عليه زخاروفا موش حتى لافروف، الناطقة الرسمية باسم الخارجية، موش لافروف اللي رجع. عاد لافروف ما يرجعش على بلينكن. قالت له شوف مد نتنياهو جائزة نوبل كي يقيم الدولة الفلسطينية، ما كان لا يجي عند بوتين على بالو واش قاعد يدير. انا اليوم كي دار في التصريح نتاعو ويظهر لي الناس كل شاف الاوروبيين كامل حتى الامريكيين الشعوب الامريكيه كل حتى اللاتينيه تقريبا عاد شعوب العالم كامل تنتظر في الخطاب تاع بوتين. راه يولي قايد تاع زعيم تاع عالم موش زعيم تاع روسيا. والله دار واحد الخطاب اليوم الصباح اون ديريكت زاد غنى بالتريليونات تاع الروبل. قال محبوا يضربوا لنا حتى الروبل لكن ما قدروش. زاد طلع ما قدروا له حتى في حاجه تسمى كانوا لي استراتيجيين لواحد الدرجه كبيره. ويبقى ماكرون هذاك لعبه في يد لاشيه. وهذا حتى شولتز شويه قاعد بين في الخطاب نتاعو في الاتحاد الاوروبي بين شويه باللي مهما كان لازم تكون القطبيه. اما ماكروها واش دار تصريح ضده حتى الصحافه الفرنسيه في الاخر وبعض الصحف الفرنسيه ودي شويه حراره هكذا تصريح ضده. قال له احنا نريد خساره روسيا دون اذلالها.
هذا تصريح ما لا تاع رئيس لا تاع سياسي. يعني شغل بوتين حبس برك الحرب نتايا، وقال لكم والله ماني محبسها والله حتى تمشي القرارات تاع مينسك، تولي ما تنضمش اوكرانيا لحلف الناتو، ما فيهاش نووي، ما فيهاش صواريخ موجهه، ما عندهاش خلاص، لا الجيش تاعها يتعدد، والدونباس والاربع جمهوريات اللي دارها والقرم كل تابعه لروسيا، ما بقات تزيد تتبع لاوكرانيا. واللي ما حبش كيما هكذا الحرب تكمل ايترنال، كما قال لهم نائب رئيس الدوما بيوستر تولستوي، ايترنال. قال له الصحفي تاع فرنسا هذاك اللي جايين مع الناطو وكذا ومنا والعولمه، قال له ما لازمش نفرطوا في العولمه، هيه ما لازمكش تفرط انت في العولمه عندك، بصح ما تفرضهاش عليا انايا. من بعد نوليو في المسيح الدجال والمخلص والشواطين وكذا، يروحوا ليه نتوما احنا خاطيين. ما انا عندي فكر واحد اخر، ما نفكرش كيما انت. هذا باش ركزت برك على السفير الفرنسي، من حق الجزائر وما عندها ما دير فرنسا، والجاليه تاعنا ان شاء الله ما تقاسش، مش سهله، او الشعب ها ولا هنا، ها ونتوجه ها قدامكم جمهوري الكريم، باش نختم مع واحد السيد، واحد ديغولاس. إذا عادت الحكومة الفرنسية عندها شجاعة، مش نقول الحكومة الفرنسية بل فرنسا العميقة بعد اللي تكره الجزائريين، تأخذ أي قرار للجالية سلبي، تشوف إن شاء الله الرد كيفاش يكون، والله نتصرعوا إن شاء الله. هذه النقطة. نزيد نعاود نرجع للخبيث نتاع فيصل القاسم الصهيوني. لهنا أنا من المنبر هذا نطالب كيف يقولوا له، يعني هاشتاج من جميع الجزائريين ضد فيصل القاسم، ولازم يتعاقب، ولازم تتنحى الحصة تاع الفتنة هذيك، لأنه صهيوني بأتم معنى الكلمة. وانا لما دولة تاع قطر تعلن باللي ضد لو سيستم سيونيست، ضد المنهج الصهيوني ودولة وصهيونية كذا، ولكن واحد في القنوات تاعها ورسمية ويتكلم بالطريقة هذيك وحر، وكي يقول حر موش حرية اللي معروفة يعني تاع حرية صحافة مقبولة، لا، هذا حر في الفتنة وفي ضرب المصالح نتاع الشعوب كاملة، والمساس بناس نضاف عليه. ونحيي كذلك من المنبر تاعي هذا السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد، اللي ثاني طلب من أحد الدبلوماسيين الفرنسيين المغادرة في فترة مدتها 24 ساعة. تحية خالصة للرئيس ولكل الشعب التونسي، تحية الجزائر، الله يرحم الشهداء، يحيى الجيش الوطني الشعبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.